فئه ال 16 17 الف جنيه بالموبايل ده ولعت. ما هو مش طبيعي ان الفي 50 لايت من فيفو يجي ببطاريه 6500 ملي امبير وبتدعم الشحن الصاروخي 90 واط في فئه 16 17 الف جنيه كاول موبايل بيجي بحجم البطاريه ده في هذا الحجم السوبر سليم. انت كده يعتبر داخل على بطاريه تابلت مع حجم ووزن مش طبيعي. حاجه كده فيفو اتحفتنا بيها الصراحه الفي 50 لايت بالبطاريه الرهيبه دي مع سمك 7.8 تقريبا وديزاين في منتهى الشياكه مع شويه مميزات جامده جدا هنتكلم فيها. وخلونا نبدا. الموبايل ده يا جماعه بالنسبه للموبايلات اللي بجربها الحقيقه موبايل ممتاز جدا جدا جدا، وحط تحت كلمه ممتاز دي 10000 خط. اسباب كتير، ولكن انا مش هبدا معاك بقى بالترتيب اللي هو الديزاين والكلام، لا انا هبدا معاك بالبطاريه. يعني ايه يجي بطاريه 6500 ملي امبير بهذا الوزن بهذا الحاجه؟ حاجه رهيبه الصراحه. وعشان تعرف قد ايه حجم البطاريه كبير وقد ايه انها عملاقه صمود، الموبايل ده يشغل لك فيديوهات يوتيوب لمده 27 ساعه ونص متواصل. انت متخيل الرقم يا جماعه؟ متخيلين 27 ساعه فيديوهات يوتيوب؟ يشغل لك فيديوهات شورتس لمده 15 ساعه، تلعب بيه جيمز 10 ساعات ونص متواصلين، صحابك يروحوا يشحنوا 4 5 مرات وحضرتك لسه في نفس المره ما شحنتش البطاريه. شابوه يا فيفو، شابوه. انا بحب الشركات اللي بتقدم حاجات جديده في فئات سعريه مختلفه، وفيفو بصراحه مغطيه كل الفئات وموبايلاتها اعتماديه وحلوه زي ما هنتكلم كمان شويه. طب يا سيدي انت حضرتك لا قدر الله الموبايل فصل شحن بعد اسبوعين مثلا، ما هو مش عارف اقول لك رقم منطقي والله. 27 ساعه يعني قول متوسط استخدامنا الموبايلات 6 ساعات سكرين اون تايم، 7 ساعات لو 8 ساعات لو انت وحش، فانت كده بتتكلم في 4 ايام الموبايل ما بيفصلش شحن. فرضا بقى، فرضا نروح للسيناريو ان الموبايل فصل شحن، هتلاقي عندك شاحن ايه ده 90 واط في هذه الفئه السعريه جديده دي. الشاحن هيشحن لك هذه البطاريه العملاقه. ما صراحه يعني البطاريه بتخلص في 4 ايام، هيحط لك شاحن 40 ولا 30 واط هتشحنها في اسبوع؟ لا، هم جابوا بقى من الاخر، قال لك يا باشا ايه، خد لك شاحن 90 واط مع البطاريه العملاقه 6500 ملي امبير، اشحن من 0 ل 70% في حوالي 36 دقيقه. الموبايل بيشحن بالكامل في 52 دقيقة، من 0 ل 100% في ساعة ل 10 دقائق، ساعة ل 8 دقائق يكون مفول شحن. وطبعا الشاحن ال 90 واط اللي هنا بيشحن بتقنية اسمها الفلاش تشارج. فلاش، شفت شخص كده على طول. احنا في مرحلة جديدة من مراحل استخدام الطاقة بصراحة، وفيفو علت على المنافسين في الحتة دي جامد قوي. هتيجي تقول لي طب ما هو البطاريه دي مش يعني سرعه، في ناس بقى فاهمه ومهندسين كهرباء وبتاع يجي يقول لك ايه يا باشا، طب ما هي سرعه شحن داخله مع البطاريه الكبيره دي، البطاريه مش هتستحمل معاك. والله بص، بدون دخول في تفاصيل، هم حاطين انظمه حمايه وامان كتيره جدا عشان وانت بتشحن البطاريه ما تتاثرش وتقعد معاك لمده 5 سنين ما تنزلش عن 80% في الاداء، او تقدر تقول كده تفضل معاك البطاريه 5 سنين بنفس الكفاءه. الموبايل مش بس بيدعم شحن سريع بقدره 90 واط، هو بيدعم كمان الشحن العكسي بقدره 6 واط. يعني ده تستخدمه كباور بانك معاك، اي حد من صحابك الفقراء موبايله بيفصل شحن اديله الموبايل يشحن عادي جدا. تعال على التصميم الجولدن ساند او الرمال الذهبيه، هي فيفو ابدعت في تصميم الموبايل ده. يعني ده موبايل فئه متوسطه بهذا الديزاين الرهيب، كاميرتين فوق بعض مع الاورا فلاش بقى اللي هنتكلم فيه في وقتها، والكاميرا اللي فوق كده واخده ايه يعني حجمها اكبر سيكه متميزه شويه. وليه لا؟ لانها جايب مستشعر من سوني هنتكلم عليه في الكاميرات. فريم الالومنيوم اللي حاضن الكاميرات والفلاش حاجه في منتهى الفخامه. الفريم الجلاسي ده اللي تحسه ازاز هو بلاستيك، والظهر برده مصنوع من البلاستيك ولكن بلاستيك قوي جدا جدا. وليه لا؟ موبايل حاصل على 5 نجوم في اختبارات التحمل، وحاصل على ميلتري جريد شهاده عسكريه برضه في الصمود والتحمل. ومش بس كده، كمان جايب معيار IP65 لمقاومه الماء والغبار. الموبايل صنع في مصر ومعليهوش ضريبه وضمان مصري. كل الكلام ده انا بقوله طبعا احنا خلاص الكلام ده خلصنا منه، ولكن عشان الناس اللي مش عايشه معانا في الكوكب. وحاجه محترمه جدا ان انت تبقى واخد موبايل من شركه عملاقه زي فيفو، حاجه بتديك كده امان واحساس بالايه يعني بالراحه النفسيه وانت بتستخدم الموبايل اعتمادي، شهادات امان وحمايه وبتاع، وهم واثقين في منتجهم جدا جدا درجه غير عاديه. خلينا نروح على الشاشه اللي بتقول لك ان مش البطاريه بس اللي عملاقه، دي الشاشه كمان عملاقه، جايب حجم 6.8 بوصه. شاشه كبيره يا جماعه، حجمها كبير، وجايب دقه فول اتش دي بلس من نوع اموليد و120 هرتز معدل تحديث. بصمه برضو اللي جايه في الشاشه سريعه ومحترمه وادت معايا اداء كويس جدا. فخد احلى بقى كواليتي صور وانت بتتفرج وانت بتلعب وانت بتسمع مع السماعات الاستيريو المحترمه اللي موجوده في الفي 50 لايت. عندك برضو السطوع اللي جاي في الشاشه، فيفو قالت لك والله مش هنسالك برضو السطوع عشان تستخدم الموبايل تحت اشعه الشمس المباشره وتشوف كويس ومن غير اي مشاكل. فالسطوع هنا جاي 1800 نتس، اداني تجربه مميزه جدا تحت اشعه الشمس المباشره. طيب نيجي بقى على حواف الشاشه بتاعه الفيفو في 50 لايت. الحواف دي بقى تتدرس يا جماعه،
ده اصغر موبايل جايب حواف في هذه الفئه السعريه، حواف تكاد تكون مش موجوده، مش انا مكبر لك الشاشه وهقص لك، لا هم بصراحه معلمين في الحته دي. عندك كمان شويه حاجات مهمه قوي مش عايز انساها قبل ما ادخل لك بقى في تجربه الاداء والكاميرات. الموبايل بيدعم ال NFC جيروسكوب سنسور، عندك مستشعر المكالمات هنا هاردوير وما بيغلطش وشغال اكسبريس، فالدنيا زي الفل. وكمان الموبايل فيه احدث اصدار بلوتوث 5.4 ودي حاجه مميزه جدا. المعالج اللي بيجي هنا معالج من ميديا تك والدايمنس سي 6300 6 نانومتر والدعم لخدمات ال 5G. موبايل بيجي ب 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين. النسخ بقى والاسعار وكل حاجه هتلاقيها تحت، وممكن اسيب لك كمان لينك شراء لو حابب برضه تشتري من مكان مضمون، هتلاقيه تحت في الديسكربشن. الرامات كمان بتزيد من الروم 12 جيجا تاني عشان تاخد مجموع رامات 24 جيجا. لكن تتخيل 24 جيجا رام مع 120 هرتز معدل تحديث الشاشه مع واجهه فيفو الفان تاتش او اس 15 المبنيه على اندرويد 15، الواجهه الخفيفه السلسه الغنيه جدا اللي انا بعمل لها فيديو دلوقتي في مرحله المونتاج، حاجه في منتهى السلاسه. الموبايل زي السكينه في الحلاوه، احتفاظ بالتطبيقات في الخلفيه تلاقي سلاسه، سرعه، تصفح، كل حاجه شغاله معاك اكس. عشان كده بقول لك الموبايل ده صفقه ممتازه جدا في هذه الفئه، ويتحط جنب موبايلات تانية كتير. اكتبوا لي تحت تحبوا تقارنوه بمين من الموبايلات دي. اتوقع ان هو صفقه محترمه جدا، والموبايل ده هيبيع بشكل كبير جدا للمميزات الكتير اللي فيه. هتلعب جيم ببجي في منتهى السلاسه على 40 فريم، مفيش لاج ولا تسقيط فريمات، الدنيا ماشيه زي الفل وستيبل جدا. والفان تاتش او اس كمان بتدعم بشكل كامل الذكاء الاصطناعي، واهمهم طبعا سيركل تو سيرش. كل ده طبعا انا موفره الفيديو الواجهه شرح رائع، ويستحق بصراحه ان انت تفعل زرار الجرس وتستنى الفيديو. الكاميرا الاساسيه في الفيفو في 50 لايت بتيجي 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.8، مستشعر من سوني، مستشعر محترم جدا في الفئه دي، انا مجربه كتير جدا جدا، الاي ام اكس 882. وعندك عدسه ثانيه 2 ميجا بكسل للتصوير بزاويه واسعه. بجمله الارقام فالسيلفي هنا بتيجي 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.4. تجربه كاميرات الفيفو في 50 بصراحه فيفو من اروع الموبايلات اللي بتقدم تجربه سوفت وير محترمه في معالجه الصور اللي بتطلع من الكاميرات. انت بتاخد صوره مثاليه، ولوك صور فيفو في ناس كتير قوي بتحبه اللي هو مايل للاتش دي ار كده. طبعا دايناميك رينج ممتاز، تفاصيل ممتازه، الحده والوضوح كل حاجه التباين زي الفل. بالليل برضو الكاميرات هتأدي معاك بفضل فتحه العدسه الواسعه، وهتديك صور منوره وفي نفس الوقت بتحتفظ بالتفاصيل. الكاميرا الاماميه بالنهار تفاصيل ولا اروع، والدنيا زي الفل. يعني بصراحه الكاميرا السيلفي هنا يعتمد عليها بشكل كبير جدا. بالليل بقى طبعا فتحه العدسه بتعاني شويه لان هي ضيقه، ولكن فيفو عامله حركه برضو في منتهى الذكاء بالسوفت وير بتاعها، وهي الاي اي انهانس. لو عندك شويه نويز او اي حاجه بدوسه زرار كل حاجه بترجع احسن من الطبيعي. انا ما عنديش مشكله ان يبقى في الموبايل تضحيات، ولكن اديني حلول. الفلاش اللي هنا فلاش مش عادي، هو الاورا لايت. الاورا لايت ده بيطلع لك شويه صور بورتريه محترمه جدا جدا. لو استخدمت الفلاش ده انصحك تجربه وهيعجبك جدا. وعلى ذكر الذكاء الاصطناعي فكمان عندك الاي اي اريزر اللي بتمكنك ان انت تمسح اي عنصر او اي حد من الصوره انت مش عايزه، وبيرجع لك مكانه كانه لو لم يكن موجود. فيفو في 50 لايت بيصور فيديو بالكاميرا الاماميه والخلفيه بالكواليتي بتوصل لفول اتش دي بلس، وكان نفسي بصراحه كنت اتمنى بشكل كبير جدا ان هو يصور فيديو بكواليتي 4K، ولكن تعدي مقارنه بالامكانيات الرهيبه جدا الموجوده في التليفون. وكان نفسي كمان في عدسه الترا وايد تيجي بدقه اعلى من كده. ان شاء الله الاصدارات الجايه فيفو طبعا تشتغل على الكلام ده كله. وبصراحه الموبايل يعني تقييمي ليه فوق الممتاز، وهيولع المنافسه ويخلي المنافسه تشتغل بشده بين موبايلات الفئه دي كلها، فئه 16 17 الف جنيه. والحقيقه الموبايل يعني هينافس وهيبيع، وده رايي طبعا، ومستني رايك في الكومنتات. بعد لايك كلمتين اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، حاجات بتساعدني جدا جدا، وشرف الكبير ليا ان انت تنضم لاسره القناه. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.